انت ما تعرفش الحاجتين دول جوه نت ان يبقى انت فايتك كتير. ازيكم؟ انا ابراهيم وده الفيديو الثالث في سلسله تريجر بالعربي، وهدفنا في السلسله دي ان احنا نشرح كل التريجر الموجوده جوه نت ان بالتفصيل الممل، وده الفيديو الثالث في السلسله دي. وفي الفيديو ده هنشرح الفرق ما بين التست يو ار ال والبرودكشن يو ار ال. بس قبل ما نبدا في الشرح خلينا نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما يا رب علمنا يا رب علمنا. ويلا بينا على الشرح. طيب يا صديقي العزيز، احنا النهارده هنتكلم عن 3 حاجات مهمين جدا لازم تكون عارفهم، واول لما انت تكون عارفهم خلاص درستهم فهمتهم حفظتهم هتكون قادر ان انت تبني اي ورك فلو سهله بعد كده، واي بناء سيستم بعد كده يكون بالنسبه لك ابسط مما يكون. ركز معايا في الفيديو ده لان من اول الفيديو اللي جاي هنخش تكنيكال بجد جوه انت ان ونشرح تريجر موجود جوه انت ان. احنا في اول حلقه فهمنا يعني ايه تريجر، وفي الحلقه الثانيه فهمنا الفرق ما بين التريجر والاكشن. النهارده هنقفل اخر اساسيات مهمه قبل ما ندخل على التريجر نفسها. في حلقه النهارده هنتكلم عن 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه هنعرفها وهو يعني ايه الورك فلو تبقى اكتيف او بابلش، وهنعرف امتى كانت اكتيف وامتى كانت بابلش، وهنعرف الفرق ما بينهم. تاني حاجه هنعرفها الفرق ما بين التست يو ار ال والبرودكشن يو ار ال، ودي اهم جزئيه في سيشن النهارده. تالت حاجه هنعرفها ازاي تقرا الداتا اللي طالعه من اي تريجر موجوده جوه الورك فلو بتاعتك او جوه النودز اللي ما بين بعضها. واحنا عرفنا الفرق، انا فهمتك ان الورك فلو عباره عن مساحه كده كبيره فيها نودز ونودز ونودز ونودز، كل نود مربوطه ببعض، والنود دي بتدي دي والنود دي بتدي دي لحد لما توصل للاوتبوت. وهنشرحها اكتر واكتر واكتر لما نخش في اول سيشن من التطبيق العملي فعلا. احنا دلوقتي هنتكلم عن ازاي الورك فلو في فتره من الفترات كان بيتقال عليها يلا هنعملك اكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني انت بتعمل ببلش للورك فلو، وده المصطلح الجديد اللي بقى في الوقت الحالي. بص افهمك اكتر. الفرق هنا في الجزئيتين دول هي كلمه زمان كانت اسمها اكتيف ورك فلو، دلوقتي بقى اسمها ببلش ورك فلو. قبل ما اخش دلوقتي هقول لك هنعمل ايه. خلينا نخش على انت ان دي الورك فلو. من فوق هنا في جزئيه اسمها ببلش، يعني شايف السهم ده؟ زمان كانت الكلمه دي اسمها اكتيف، دلوقتي بقى ببلش. بس شكرا، هو ده اللي انا عايزك تعرفه. يبقى صديقي العزيز، زمان الناس كانت بتقول على ان انا اطلع الورك فلو اكتيف او اخليها ببلش او اخليها تشتغل لوحدها وانا نايم، كان زمان بيتقال عليها اسمها اكتيفيشن ورك فلو او اكتيف ورك فلو. دلوقتي في الواجهه الحديثه بقت ببلش ورك فلو. المعنى الحقيقي بقى علشان ابسط لك اكتر ازاي نخلي الورك فلو بتاعتنا ببلش، انت وانت بتجرب جوه المشروع بايدك، علشان الجزئيه اللي بعدها بتاعت التست يو ار ال والبرودكشن يو ار ال مهمه، لازم تفهم الجزئيه دي. انت وانت بتجرب بايدك انت بتبقى مشغل الورك فلو عادي جدا من غير ما تعمل لها ببلش. لما تبني الورك فلو جوه انت ان مش معنى كده ان انت خلصت بناء الورك فلو كلها. في فرق بين انك تضغط اكسكيوت وتجرب، وفي فرق ما بين ان الورك فلو يبقى منشور وجاهز للتشغيل. طيب هناخد مثال مع بعض علشان نفهم اكتر انا بتكلم عن ايه وتفهمني اكتر. انت عندك سكيدجوال تريجر، وعرفنا يعني ايه سكيدجوال تريجر اللي هو مسؤول عن الوقت، عايزه يشتغل كل يوم الساعه 9 الصبح، وانت بنيت ورك فلو جربته بايدك، ده معناه ان التجربه نجحت. لو الورك فلو مش ببلش او مش اكتف غالبا مش هيشتغل لوحده تاني يوم الساعه 9 الصبح. شكرا، اتمنى كده الفكره وضحت. يعني وظيفه الاكتيفيشن ورك فلو او الببلش ورك فلو هي بكل بساطه ان انا بخلي السيستم بتاعي يبقى على النت علشان الامر اللي انا عطيته له يشتغل لوحده بعد كده، ما يحتاجش ان انا اخش وادوس اكسكيوت. وده في بعض الحالات لان في تريجرات بتشتغل لما انت تدوس اكسكيوت ورك فلو، او بتشتغل لما انت تستقبل داتا من بره علشان تشغل الورك فلو، وعرفنا الموضوع ده في الحلقات اللي فاتت. طيب ليه وضع التست غير وضع الببلش؟ الموضوع بيكون مختلف بعد لما تعمل ببلش، لان بكل بساطه لو الوقت جه والورك فلو بتاعتك مش معمول لها ببلش او لايف، الورك فلو مش هتشتغل. بس لو الفورم اتبعتت مستنيه ان الورك فلو يستقبل داتا وهي اصلا مش ببلش، مش النت مش شايفها، الداتا هتكلم حد غريب مش شايفاها فمش هتشتغل. اتمنى تكون الفكره واضحه. فهنا انت لازم تحفظ قاعده مهمه جدا، ان التست للتجربه، وفي الحاله دي انا بدوس اكسكيوت اكسكيوت اكسكيوت. وفي الببلش او الاكتيف هو جاي من كلمه ببلش، تشغيل الحقيقي، شغلناها. بص انا مش هنتكلم كتير جدا عن الموضوع ده، تمام؟ علشان هي الجزئيه دي المفروض اصلا ما تاخدش في ايدينا دقيقه، انا بس بمهد لك للي جاي. النقطه الثانيه اللي هكلمك فيها بكل بساطه هي الويب هوك والفورم تريجر. ركز بقى معايا نخش في الشرح بجد بقى. دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها برودكشن يو ار ال والتست يو ار ال، الاثنين دول زي بعض بالظبط، بيأدوا نفس الوظيفه، بس ازاي تفرق ما بينهم ده اللي هنشوفه دلوقتي. دي اكتر حاجه بتلخبط
تربط الناس في انت ان. لما بتستخدم الويب هوك تريجر هتلاقي ان انت عندك اتنين رابطين. خلينا نروح على انت ان سريعا عشان اوريك الموضوع ده بيحصل ازاي. بص كده عندك بقى، ركز 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 كده، ركز في الجزئيه دي. عندك تيست يو ار ال والبرودكشن يو ار ال لحد كده تمام. بس يلا بينا نرجع تاني، الاثنين شبه بعض في الشكل لكن استخدامهم مختلف تمام. لان بكل بساطه التيست يو ار ال هو جاي من كلمه تيست، دي التجربه، انت بتجرب. يعني وانت فاتح الورك فلو وعايز تبعت داتا وتشوفها جوه الورك سبيس بتاعتك هتستخدم التيست يو ار ال. عاده في الويب هوك لازم تضغط اكسكيوت او ليسن فور تيست ايفنت علشان تستنى الداتا اللي جايلك من بره وبعدها تبعت الداتا على التيست يو ار ال. الميزه هنا انك بتشوف الداتا قدامك جوه انت ان وتعرف التريجر استقبل ايه، وتشوف الداتا بتاعتك جايه صح، السكيما جايه صح، تيبل جايه صح. وده اللي هنشوفه كمان شويه، يعني ايه المصطلحات اللي بكلمك فيها. وده ممتاز لانك وانت فاتح الورك سبيس بتاعتك بتقدر ان انت تشوف هل فعلا الداتا اللي انا بعتها من الابلكيشن الخارجي هل فعلا حقيقيه، يعني هل فعلا الموضوع شغال. بس يا صديقي العزيز التست يو ار ال مش معمول للاستخدام الحقيقي. اديك مثال، بص انت دلوقتي عامل الورك فلو بتاعتك ببلش، ما ينفعش تكون حاطط في المشروع التست يو ار ال، ده كارثه يا معلم. لازم تكون قبل لما تتاكد ان المشروع بتاعك يبقى ببلش لازم تتاكد ان انت حاطط البرودكشن يو ار ال. ده بقى البرودكشن يو ار ال هو ده ان انت بتستخدمه في الورك سبيس بتاعك، تستخدمه في المشاريع الحقيقيه، تستخدمه في مشاريعك اللي انت بتسلمها للعميل وهكذا. يعني بكل بساطه لما انت خلاص جربت المشروع، اتاكدت منه، شغلته، حملته، فرمته، خلاص انت بقيت 100 100 فيه، هتحط بقى البرودكشن يو ار ال في الاخر. طيب خلينا ناخد مثال مع بعض عشان تكون فاهمني. انت عامل ويب هوك بيستقبل طلب جديد من موقعك، عامل عندك موقع يا معلم وعايز الورك فلو بتاعتك تشتغل لما الداتا اللي جايه لك من الموقع اللي بره تخش على انت ان تبدا الورك فلو بتاعتك. وانت بتجرب بتستخدم التست يو ار ال، لكن لما تيجي تربطه بالموقع الحقيقي هتستخدم البرودكشن يو ار ال. وهنا لازم الورك فلو يبقى ببلش او اكتف. هنا بقى نقدر نفرقهم عن بعض. بص يا صديقي العزيز، التست يو ار ال ما ينفعش ان انت تكون عامل الورك فلو ببلش او اكتف، لان كل مره هتخش علشان تشوف الموضوع او تجرب الورك فلو بتاعتك هتلاقي اوتوماتيك انت ان بيوديك على التست يو ار ال، مش هيفضل على البرودكشن ابدا، عمرها ما هتحصل. في كل مره تكون عامل الورك فلو بتاعتك ببلش وهتخش عشان تشوف الورك فلو او تشوف الداتا اللي جايلك من بره علشان تشغل الورك فلو هتلاقي اوتوماتيك انت ان بيوديك على التست يو ار ال. وهنا لازم تاخد بالك ان البرودكشن يو ار ال تشتغل في حاله ان الورك فلو بتاعتك تبقى اكتيفيشن او ببلش او معمول لها لايف، بحيث ان انت تبقى فاهم الفرق. طيب علشان البرودكشن يو ار ال يشتغل معاك صح لازم يكون عندك قاعده تانية مهمه جدا، ان التست يو ار ال هو للتجربه، للتست جاء من كلمه تيست، وانت فاتح الان ات ان او فاتح الورك سبيس بتاعتك جوه ان ات ان. البرودكشن يو ار ال هو للتشغيل الحقيقي، يعني انت خلاص اتاكدت من كل حاجه تبدا ان انت تستبدل اللينك اللي محطوط في البروجكت بتاعك بالبرودكشن يو ار ال وبعدها تعمل ببلش يا معلم وخلاص. خلينا ناخد مثال عشان تفهمني، لان مهم جدا انت تفهم الفرق ما بين الببلش يو ار ال والتست يو ار ال علشان تعرف تبني الورك فلو بتاعتك بالطريقه الصح. انت عندك مطعم وعامل فورم طلبات، انت عايز وانت بتجرب تبعت طلب وهمي للتست يو ار ال او ان ات ان عشان تشوف الداتا اللي جايه لك جوه ان ات ان مظبوطه ولا لا. يعني انت عايز مثلا تشوف الداتا بتاعتك، اسم العميل ظهر، رقم تليفون، الطلب نوع الطلب ايه، عنوانه، وهكذا. بعد ما تتاكد ان كل حاجه تمام هتعمل ببلش للورك فلو وتاخد البرودكشن يو ار ال وتحطه في السيستم الحقيقي اللي هنا ايه، السيستم الحقيقي اللي هو الويب سايت بتاعك. لان بكل بساطه الويب هوك بيشتغل كده، انت عندك جزئيه بتستقبل داتا وجزئيه بتاخد الداتا. انت الداتا عايزها تشتغل لما تيجي لك على انت ان او الورك فلو، فانت معنى كده حاطط اللينك بتاعك في الموقع اللي بره علشان اول لما الموقع يجي الورك فلو اللي هنا دي تبدا تشتغل وتروح لحد لما تقفل اللوب او السايكل الاخيره، وهنا بيتقال عليها الاوت. اتمنى تكون فهمتني ان الجزئيه دي مهمه جدا 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 جدا. لو انت استخدمت التست يو ار ال في المشروع الحقيقي هتفضل تدخل في مشاكل كتيره جدا، وده اللي كلمتك عنه في اول الفيديو. لو استخدمت البرودكشن يو ار ال والورك فلو مش معمول لها ببلش برضه هتتلخبط، علشان كده الاتنين مرتبطين ببعض. وكده تقدر ان انت تفرق ما بين الاتنين دول عن طريق كلمه واحده بس، هل الورك فلو بتاعتي معمول لها ببلش ولا لا. بس بص يا صديقي، هنختم جزئيه البرودكشن يو ار ال والتست يو ار ال بمثال بسيط هيوضح لك كل حاجه احنا اتكلمنا عليها. تخيل انت عندك فرح، والله زي ما بقول عايز تعمل دعوه الكترونيه للناس، تستخدم التست يو ار ال ازاي؟ انت دلوقتي بتبني لينك الدعوه على اي ابلكيشن ديزاين، فوتوشوب، كام، اي ابلكيشن بتبني عليه الكارت بتاعك. انت لسه في مرحله البناء، لسه بتجرب، بتعدل، بتكتب رقم جديد، تواريخ جديده. انت بعد لما تخلص جزئيه الكارت دي، لو انت شغال على كانفا عايز مثلا تبعت اللينك ده لناس قرايبك او اختك، اخوك، عشان يشوفوا الكارت ده وتقول لهم شوفوا كده الكارت مظبوط قبل ما اعمل له نسخه نهائيه علشان ابعته للناس علشان تبدا انها تيجي الفرح. هتلاقي لينك عندك كده بتاخده توريه لهم يخشوا يشوفوا الكارت معمول صح زي ما انت مخطط ولا لا. والله معمول صح، هتبدا ان انت بقى تخش في مرحله البرودكشن اللي هي البرودكشن يو ار ال، تقول خلاص
خلاص ده اللينك النهائي اللي هبعته لكل المعازيم على الواتساب. اي حد هيفتح اللينك ده هيبقى معاه النسخه الحقيقيه، ياكد حضوره، يشوف الميعاد، ياخد اللوكيشن. وهنا الفرق ببساطه ما بين البرودكشن يو ار ال والتست يو ار ال في جزئيه هل انا شغال لسه بتست ولا هل انا خلصت وخلاص هعمل ببلش. الجزئيتين دول مهمين جدا، واحنا خلاص خلصنا جزئيه التست يو ار ال والبرودكشن يو ار ال. ويعني انا عارف ان انا طولت في الجزئيه دي واللي فاتت، لان مهم جدا تكون عارف الفرق ما بينهم، لان بجد هتفرق معاك بعدين. طيب صديقي العزيز، ركز معايا في اخر حته دي لانها مهمه جدا 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 جدا، علشان هتعرف ازاي الداتا بتخش في ان ات ان، ازاي تقرا الداتا اللي خارجه من اي تريجر موجوده في الورك سبيس بتاعتك اللي موجوده جوه ان ات ان. لما تشغل الورك فلو بتاعتك بيطلع داتا. الداتا دي هي الاكشن اللي بيتبنى بعد التريجر. السيشن اللي فاتت عرفنا ترتيب التريجر والاكشن، عرفنا ان التريجر بيجي في البدايه والاكشن هو اي حاجه بتحصل بعد التريجر. فهنا الداتا اللي بتبقى موجوده جوه الورك سبيس الموجوده جوه ان ات ان دي بيتقال عليها اكشن. يعني لو تريجر جاي من فورم، الداتا ممكن تكون اسم عميل، رقم تليفون، ايميل، خدمه، رساله اللي انت كتبتها مثلا، وهكذا. لو التريجر جاي من التليجرام، الداتا ممكن تكون نص رساله، اسم مستخدم، شات اي دي، وقت رساله، وهكذا. لو التريجر جالك من ويب هوك، ممكن تكون الداتا بادي، هيدر، كيوري، بارامتر، روت، بارامتر، وهنعرف كل المصطلحات دي يعني ايه. حسب السيستم اللي بعت الطلب في ان ات ان، الداتا غالبا بتظهر لك في كذا شكل. اول شكل معانا وهو الايتم، وكل ايتم بيكون فيه جزء اسمه جيسون. يعني هتلاقي الداتا متقسمه في شكل خانات، مثلا حاجه للمسج وحاجه للفون وحاجه للنيم، اي اسم حسب المصدر اللي بعته الداتا دي. المهم هنا انك ما تتعاملش مع الداتا اللي جايه لك جوه ان ات ان ككتله واحده، لان ساعات الموضوع ده بيلخبط بعدين. علشان تعرف تبني الاكشن اللي بعد الاكشن اللي جاي لك فيه الداتا، هنخش دلوقتي ونشوف الموضوع ده لان الجزئيه دي بتلخبط. يعني اتعلم تبص على الخانات اللي موجوده جوه الورك سبيس بتاعتك، اسم الخانه، قيمه الخانه، هل الخانه موجوده جوه اوبجكت تاني، هل عندي اكتر من ايتم، هل في باينري فايل. الباينري فايل يعني صوره. اي مصطلح احنا بنقوله دلوقتي هيوضح اكتر في الجزئيه العمليه. انت عندك عميل عايزه يملى الفورم، تريجر هتطلع فيها الداتا بالشكل ده. احمد ده النيم، 010 ده الفون، السيرفيس اوتوميشن، المسج اللي هو بعتها، مين اللي بعتها؟ احمد. محتاج نظام متابعه عملاء، بس الداتا بتجيلك بالشكل ده. الشكل ده بيختلف في طريقه عرض الان ات ان جوه. انت بعد لما تيجي تبعت الواتساب، مش هتكتب لرقم العميل بايدك، مش هتكتب رقم العميل بايدك، انت هتستخدم قيمه الفون اللي جايه من الداتا علشان اوتوماتيك تبعت للاي اي ايجنت ان انت ده رقم العميل. في كل مره يجي لك داتا، في كل مره يجي لك حاجه فون تساوي رقمه، كل مره يجي لك قيمه تساوي الفون، هو ده العميل، ده رقم العميل، تحول الرساله على رقم العميل ده. فالداتا دي بتكون عباره عن اقسام، وكل قسم بيكون فيه الداتا اللي جواه. انت مش بتسحب اسم. في الحاله دي احنا ما سحبناش الزيرو 10 وحطيناها للاي اي ايجنت، احنا سحبنا القيمه اللي هي الفون وحطيناها للاي اي ايجنت علشان يفهم بعد كده ان اي حاجه هتندرج تحت الفون يبقى هو ده رقم الشخص اللي بيبعت الرساله. علشان لما انت مثلا عايز تسيف الداتا دي في جوجل شيت، هتضيف الداتا دي بالشكل ده، هتحط في الاي مثلا الاي تيبل، هتحط النيم والفون والسيرفيس والمسج في الاعمده اللي موجوده جوه جوجل شيت. ولما تستخدم الاي اي ايجنت ممكن تبعت له المسج علشان يصنف الطلب. فهمتني؟ اتمنى تكون فهمتني. احنا دلوقتي بنبني ورك فلو العميل، عايزين الداتا تجي لنا ازاي. الداتا مش احنا اللي بنختار الداتا هتجي لنا ازاي، الداتا بتيجي لوحدها في انت ان، وهوريك شكلها عامل ازاي. انت استقبلت الداتا في انت ان، بيكون شكلها عباره عن اقسام، كل قسم بيكون قصاده الجزئيه بتاعته. يعني احنا عندنا النيم اللي هو جاي من التليجرام، زي مثلا احمد. الفون القيمه بتاعته 010، الخدمه القيمه بتاعتها اوتوميشن، المسج اللي بعتها احمد محتاج نظام متابعه عملاء. انا دلوقتي لما اجي اخاطب الاي اي ايجنت ابعت له ايه، انا مش هقول له ده اسمه احمد هاخد القيمه اللي اسمها احمد دي وابعتها له، لا، انا هاخد القيمه اللي اسمها النيم واقول له ان ده اسم العميل. انا عايز اعرف الاي اي ايجنت رقم العميل، مش هاخد 010، لان بعد كده لما يجي لك رساله فيها 012 الاي اي ايجنت مش هتعرف عليها، لان انت حاطط له القاعده الثابته اللي هو 010 010، هو 010. مش بعد كده مش هيشوف ان الداتا صح، مش هيعرف يتعامل معاها صح. فاحنا بنحط القيمه اللي هي الفون. السيرفيس مش هنحط له اوتوميشن، مش هناخد كلمه اوتوميشن. طب افرض مثلا انت بتقدم خدمات تانية غير الاوتوميشن، اي حاجه يكون ليها علاقه بره الاوتوميشن مش هتعرف عليه، فاحنا بنسحب القيمه اللي هي السيرفيس. الرساله اللي هي المسج مش هنسحب، محتاج نظام متابعه عملاء، لان كل عميل هيكتب لك رساله مختلفه عن العميل اللي فات، فاحنا هنسحب القيمه اللي هي مسج. وبنفس
بنفس الترتيب ده انت هتبني الجوجل شيت بتاعك. يعني احنا في جوجل شيت هنعمل كولوم باسم نيم، وكولوم باسم فون، وكولوم باسم سيرفيس، وكولوم باسم مسج، علشان كل الداتا تجيلك صح من الاي اي ايجنت يبعتها. ده النيم، ده انا جالي واحد اسمه محمد، هبعت المحمد ده اسمه اهو، هبعت رقم تليفونه اهو، هبعت السيرفيس اللي هو عايزها اهي، وهبعت الرساله اللي هو قايلها اهي. انا كده عرفتك ازاي انت بتكون الجوجل شيت، ازاي جوجل شيت بيسيف الداتا عليه، وازاي انت بتتحدث او بتعرف تقرا الداتا اللي جايه لك جوه انت ان. طيب في انت ان تقدر تشوف الداتا من ناحيتين مهمين جدا، التيبل فيو، وده بيخليك تشوف كل حق او كل كولوم بشكل جد، ده كويس جدا لاي شخص لسه بيتعلم. تاني بقى وده البروفيشنال اكتر، وهو الجيسون فيو، وده بيوريك الشكل الحقيقي للداتا. ومهم تبدا تستخدم الاكسبريشن او تعامل مع الداتا المتداخله علشان تفهم امتى تفرق ما بين التيبل فيو وامتى تفرق ما بين الجيسون فيو. بص يا صديقي العزيز، خلينا نروح على انت ان علشان افهمك انا عايز اعمل ايه. احنا دلوقتي جوه انت ان علشان اوريك ازاي الموضوع بتاع الاكسكيوت ستيب بيحصل، وازاي الموضوع بتاع استقبال الداتا وبنقرا الداتا ازاي. في جزئيه الاكسكيوت ستيب اللي انا قلت لك احنا في مرحله التجربه بيكون ده شكلها، احنا بندوس اكسكيوت ستيب علشان نستنى الرد اللي هيجي لنا من التليجرام نود. احنا دلوقتي مستخدمين التليجرام نود. بص يا صديقي العزيز، ده الاي اي شات بوت اللي احنا عاملينه رابطينه جوه انت ان. طبعا انا هعرفك ازاي تعمل كل ده لان احنا هنشرح تريجر. انا دلوقتي لو كتبت السلام عليكم، بص بقى، اتمنى ان انت تكون فهمتني. احنا دلوقتي بنتكلم من شويه ان الداتا هتكون جايه لك بثلاث اشكال، الشكل الاول هو السكيما، والشكل الثاني هو التيبل، والشكل الثالث اللي هو الجيسون. ده شكل السكيما، تلاقي اللي هو الاي دي بتاع الابديت اي دي، ده الاي دي اللي بعد كده اي حاجه هتجيلك رساله او اي رساله هتجيلك من الاي دي ده هيتعمل لها ابديت على المسج المبعوث. هنفهم ده اكتر في العمل. هتلاقي المسج باسم اي دي، واخده اي دي رقم 8 جايه لك من شخص، ده الاي دي بتاعه، الفيرست نيم بتاعه اسمه ابراهيم، اللاست نيم بتاعه اسمه ابراهيم، بيتكلم بالانجليزي. الشات اي دي جايه لك اهو رقمه، الفيرست نيم بتاعه ابراهيم مصطفى، التايب بتاعه برايفت ده على الخاص. هتلاقي الداتا الديت ده رقم الديت او الديت التاريخ، يعني الرساله اللي احنا كاتبينها وهي السلام عليكم. ده شكل السكيم. طب ده شكل التيبل بقى، ده شكل التيبل بالشكل ده، هو نفس الداتا بس معمول لها تيبل. الابديتد اي دي حاطه لك لوحده، والمسج اي دي او جزئيه المسج اي حاجه جايه لك في الرساله بتتحط لوحدها. ده الجيسون بقى يا معلم. هنفهم اكتر الجيسون بكل تفصيلها في العملي لان دي موال كبير جدا، عايز حلقه كده بنشرح فيها الجيسون بالتفصيل. بص يا صديقي العزيز، انت عندك ابديت اي دي نفس الداتا اللي جات لك بس بالشكل ده. دي الايتم اللي انا قلت لك عليه. انت ممكن يكون عندك ايتم جوه ايتم جوه ايتم جوه ايتم، وكل ايتم منهم عباره عن بتأدي وظيفه معينه وفيها داتا معينه. بس ده الداتا بتجيلك بالشكل ده جوه انت ان. بكل بساطه يا صديقي العزيز، لو قدرت تجاوب على الاسئله دي هتعرف تبني باقي الورك فلو بسهوله جدا. خلينا نربط الثلاث نقط ببعض. انت بتبني ورك فلو، اول حاجه تختار التريجر، بعدها تختبر التريجر بالتست او الاكسكيوت، ولو الويب هوك لسه في مرحله التجربه هتستخدم التست يو ار ال. طب تشوف الداتا اللي طلعت من التريجر، تقرا الكولوم اللي جايلك من الداتا دي، او تشوف الداتا دي عشان تقراها، تبني الاكشن بناء على الداتا اللي جايه لك، وبعد كده تتاكد ان كل حاجه شغاله تعمل ببلش. وانت بتستخدم الببلش او عندك ويب هوك هتستخدم البرودكشن يو ار ال، واحنا شرحناه بالترتيب كده. هتختار تريجر، هتعمل له تيست، هتقرا داتا، تبني اكشن، تنشر الورك فلو، بعدها تستخدم البرودكشن يو ار ال لو انت محتاج. كده انت جاهز تدخل على شرح التريجر بنفسها. من اول الحلقه اللي جايه هنشرح تريجر وهنعرف كل التريجر بيتكون ازاي، ايه دنيته، بيشتغل ازاي، مشاكله ايه، وهكذا. وبس ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو انت مهتم بمجال الاي اي وحابب تعرف اكتر اعمل لي فولو.